أحمد عز بينجو من حادث خطير أثناء تصوير فيلم ذا سيفن دوجز بتاع تركي آل الشيخ، أدى إلى أن تركي آل الشيخ يوقف تصوير الفيلم مباشرة. تعال أقول لك إيه اللي حصل. اتفاجئنا ببوست نزله تركي آل الشيخ على الفيسبوك على صفحته الرسمية، كتب فيه ان طبعا احمد عز اتعرض لحادث خطير، ولكن الحمد لله نجا منه وهو سليم، وان طبعا هيتم تعويض الممثلين والمنتجين وكل العاملين بزيادة 25%، وطبعا هيتم محاسبة الناس اللي مسؤولة عن ان الحادثة ديت حصلت، لان طبعا في مخرج واتنين من كاست التصوير اتصابوا في الحادثة ديت، ولكن احمد عز هو اللي طلع منها سليم. طبعا الفيلم ده كان هيبقى من اضخم الافلام انتاجا، كان حوالي تكلفة الانتاج بتاعته حوالي 40 مليون دولار. كمان تركي آل الشيخ نزل فيديو كان بيوضح فيه الحادثة اللي اتعرض ليها احمد عز. طبعا هنا الناس انقسمت لقسمين، في ناس بتقول ان ده جزء من الدعاية والماركتينج والكلام ده كله، وفي ناس تانية قالت ان ده كذبة ابريل، وان ده بس تشويق عشان الناس اول ما الفيلم ينزل يتفرجوا عليه على طول. انتوا بقى قولوا لي في كومنتات، تفتكروا فعلا تركي آل الشيخ بيعمل دعاية وتمويه وبيشوق الناس عشان اول ما الفيلم ينزل يشوفوه، ولا فعلا دي حادثة حصلت؟ قولوا لي في كومنتات.